السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم قسرة بالون. صحة فطوركم وان شاء الله ربي يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الاعمال. خوتنا جيتكم بهذا الخبر عن اهتمام احد كبار اندية اسبانيا باللاعب الجزائري الموهبة الجزائرية ابراهيم مازا. الصحف تاعنا راهي تداول واحد الاخبار باللي احد كبار اندية الليغا الاسبانية راهي تهتم بخدمات ابراهيم مازا، وراهم معناتها راهم يوجدوا له عرض رسمي بقيمه 35 مليون اورو باش يقنعوا باير ليفركوزن باش تبيعوا. نقرا لكم منين جابوا هذا الخبر ونعلقوا عليه بيان سور، على خاطر لقيت بزاف صحف داولت هذا الخبر هذايا. نقرا لكم العنوان اللي داروه. مثلا نديو صحيفة النهار، قال لك كبير الليغا يرصد 35 مليون اورو لضم مازا. شكون هذا كبير الليغا؟ دوك نعرف. قال لك نجح اللاعب الدولي الجزائري ابراهيم مازا المتألق في الدوري الالماني رفقة باير ليفركوزن في خطف الانظار في خطف انظار احد كبار اندية الليغا الاسبانية تحسبا لضمه. وانتقل مازا في الصيف 2025 إلى ليفركوزن قادما من هيرتا برلين، ناشط في البوندسليغا 2 درجة الثانية. في أول نصف من الموسم قدم لاعب الخضر مستويات راقية، وأظهر مازا نضجا كبيرا حيث سجل حتى الآن 4 أهداف و5 تمريرات حاسمة. هذه حاجة رانا متفاهمين عليها باللي مازا الله يبارك عنده تكنيك، عنده كل حاجة اللي تقدر تقول عليه لاعب كبير. راهو مسجل ضدك 4 أهداف ومقدم 5 تمريرات حاسمة في نصف موسم، يعني راهو عليه هو وسط ميدان هجومي. تسمى هذاك هو واش حبيت، ماهوش مهاجم 100%، انت ماهوش 9 ولا باش تقول باللي 4 أهداف قليله. يعني راهو يماركي وراهو يمد، يعني لحد الان مساهم في 9 أهداف، 4 سجلها و5 لا 5 قدمها باس دي حسب موقع فوتبال فيتشاخيس. هذا الموقع هذايا اسبانيولي هكذا. هذا الموقع المصداقيه نتاعو شنو نقول لكم عليه؟ المصداقيه نتاعو متوسطه، ما راهو موثوق 100% وما راهو موقع كاذب 100%. يعني تقدر تقول مره تصيب مره تخيب، خطره يحطوا 10 اخبار نقول لك بالك 5 يخرجوا صح و5 يخرجوا غالطين. ادوا منه العلم لله على اي اساس اعتمدوا هذا الموقع كموقع موثوق اللي اكدوا منه المعلومه. المهم معليش نكمل لكم. فإن المستويات التي يقدمها صاحب العشرين ربيعا جعلته يحظى باهتمام جدي ورسمي من طرف نادي أتلتيكو مدريد. قال لك كبير الليغا، مانيش عارف كيف أتلتيكو مدريد كبير الليغا. المهم كما وصف المصدر ذاته الدولي الجزائري إبراهيم مازا بأحد أكثر المواهب الشابة الواعدة في كرة القدم الأوروبية. هذه حقيقة، ثم هنا الموقع ما كذبهاش، قالها صح. قال لك مشيدا بقدرته على صناعة اللاعب وخطورته في الثلث الأخير من الملعب، وهي العوامل التي تجعله لاعبا مهما في الهجوم لفريقه، خاصة وأنه يمتلك مزيجا من المهارة التقنية، رؤية اللاعب والجرأة. هذا الموقع ما توش حكى على مازا. راح نخليكم الرابط تاع المقالة تاع موقع فوتبول فيتشاخيس في أول تعليق مثبت هكذا، تقدروا تشوفوها وتقراوها. وأشار الموقع الإسباني إلى أن أتلتيكو مدريد يرى أن مازا قد يكون إضافة مثالية لخط الوسط الهجومي ولا خط وسطه الهجومي، مبرزا في هذا الصدد أن نادي العاصمة الإسبانية يفكر في تقديم عرض قد يصل إلى حوالي 35 مليون أورو لإقناع ليفركوزن لبيع مازا الذي كلف الفريق الألماني 12 مليون أورو فقط قبل أشهر قليلة من الآن. يعني هنايا مازا راح يفيد باير ليفركوزن إلا كان العرض حقيقية باش نكونوا واضحين. هذه مجرد أخبار، لحد الآن مازال ما بان حتى عرض رسمي. هذا الموقع هذايا يجيب إشاعات، يعني يسمع من محيط الفرق ويجي يحطها. دوكا هذا الفريق الإسباني هذا أتلتيكو مدريد بالنسبة لمازا إلا كان العرض حقيقي، معناتها العرض كاين عرض رسمي و35 مليون ومازا راح أتلتيكو مدريد، مازا راح يطور بزاف إن شاء الله بإذن الله. علاه؟ لأن أتلتيكو مدريد يعتبر من بين اكبر الفرق في الليغا الاسبانيه، باسكو كاين 3 فرق كبار اللي هما الريال، بارسا، وعندك اتلتيكو مدريد. فرق واحده اخرى تعتبر متوسطه قريبه من الجيد تسمى في اسبانيا في الليغا الاسبانيه. درك هنا تقول لي مازا هل يتوالم مع اتلتيكو مدريد؟ اتلتيكو مدريد تلعب اسلوب لعب دفاعي، هل تتوالم معاه ما تتوالمش معاه؟ هذيك حاجه نشوفوها ان شاء الله اذا انتقل. اما تجي تقول لي انت هل راك مقتنع بهذه الصفقه ولا؟ انا بالنسبه لي مازا انه لو يجي الاتليتيكو مدريد بالك يعاونهم يزيدوكش ما يدوكش تيتر، باسكو هما خطره في 100 سنه يدو تيتر. هنايا مازا نقدروا نقولوا باللي مازا راح يكون في انظار الكشافين تاع الفرق الكبرى كما الريال، كما البارسا، كما مثلا لي زيكيب هكا اللي عندهم ثقل في كرة القدم الأوروبية. يعني راح يشوفوا في أتلتيكو مدريد ماشي كما يشوفوا مثلا في هيرتا برلين، ولا يشوفوا مثلا في شتوتغارت، ولا مثلا يشوفوا في مش عارف انا اونجي، ولا
مش راح يشوفوه بهذيك النظره كيما يشوفوه في فريق كبير، باش نكونوا واضحين هكذا. والليغا الاسبانيه طريقه اللعب تاعها ما راهيش فيها هذيك الخشونه الكبيره مثلا كيما الدوري الانجليزي، كيما الدوري الايطالي. يعني تقدر كي يكون جوار فنان هكا يفنن ولا راح يلقى راحته، باسكو علاه الليغا اصلا تدعم هذوك المواهب الشابه اللي يراوغوا واللي عندهم تكنيك. الى حد الساعه الخبر راهو غير رسمي، راهو متداول في الصفحات سواء الأجنبية سواء العربية اللي هي الجزائرية بالخصوص. إن شاء الله يكون خبر رسمي. أعطونا رأيكم في التعليقات على هذا الصفقة هذه يا خوتي. نتوما واش راكم تشوفوا فيها؟ اسكو توالم مازا ولا ما توالموش؟ أنا ماذا بيا نروح الإيكيب ما أحسن، دوري إنجليزي ولا على الأقل مثلا كاش ايكيب كبيره في الدوري الانجليزي ولا مام الدوري الاسباني حاجه مليحه. بصح الى جات لاتليتيكو مدريد احسن من انه يروح الفريق فرنسي ما كاش كاع، ولا فريق ايطالي ما كاش كاع، ولا يبقى ثم في باير ليفركوزن يبريكولي. المهم هذا هو الفيديو خوتي، اعطونا رايكم في التعليقات وقولوا لنا الصفقه هذه واش رايكم فيها، اسكو مليحه ماهيش مليحه. تهلاو في روحكم خوتي، صحه فطوركم صحه سحوركم، الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.